فإن احنا نفرح بأبنائنا وبناتنا إن هم حفظوا القرآن وهم ماشيين على الطريق ده، فدي نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. كمان إن القرآن هو سبب رفعة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. بكلم الأمهات وبكلم الآباء وبكلم الأبناء والبنات دلوقتي، إن أنت لو عاوز الرفعة في الدنيا هتلاقيها في القرآن، ولو عاوز الرفعة في الآخرة هتلاقيها في القرآن، ولو عاوز الرفعة بين الناس هتلاقيها في القرآن. كتير جدا أعرف محفظين القرآن يا شيخ أحمد وطلبة القرآن تلاقيهم في كلية طب، في كلية هندسة، وتلاقي المحفظ أصلا خريج مدارس لغات، تمام كده، وخريج أقسام لغات زي كده، تمام. فبس أنت تلاقي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بالقرآن. يعني ممكن أنت تتعلم علوم كتيرة جدا. يعني احنا جينا مثلا، انا شخصيا في سنة رابعة كلية، وكان الدكاترة اللي بيدونا قالوا ان ممنوع حد من الطلبة يتكلم كلمة بالعربي في القسم اللي احنا فيه، يعني كله يتكلم انجليزي، كلنا، تمام. وبالفعل ده كان بيحصل، ممنوع تتكلم خالص، لان خلاص سنة رابعة دي خلاص التقييم الاخير يعني. وبرضه شوف، مع كم العلم او العلوم اللي انت اتعلمتها دي، لكن يبقى القرآن هو الاثر الكبير في الدنيا دي. احكي لكم قصة، ان في عهد امير المؤمنين عمر عمل يا شيخ احمد اجتماع للولاة والامراء زي المحافظين كده. فكل والي لما هيجي الاجتماع في المدينة هيسيب مكانه نائب، زي ما المحافظ يحضر اجتماع يسيب نائب يدير شؤون المحافظة عما هو يرجع. فامير المؤمنين عمر قبل المدينة كده بشوية حتة اسمها عسفان، فبيقضي فيها مصلحة كده عما يروح المدينة يرجع تاني يعمل بقى الاجتماع. فوهو في عسفان ده شيخ أحمد قابل مين جاي الاجتماع؟ والي مكة، كان اسمه نافع بن عبد الحارث. فأمير المؤمنين عمر بيطمن على كل والي ساب من مكانه لحد ما يرجع، فبيقول له: يا نافع، من استخلفت على أهل مكة؟ سبت مين مكانك على أشرف بقعة على أهل الوادي لحد ما ترجع؟ قال: يا أمير المؤمنين، استخلفت عليهم ابن أبزة. استخلفت عليهم مين؟ ابن أبزة. حد سمع عن ابن أبزة قبل كده؟ ومش هتسمع عنه إلا في الموقف ده بس، هو هيذكر في الموقف ده بس، اسمه ابن أبزة. فأمير المؤمنين بيقول له: أنت سبت مين مكانك؟ قال له: تركت عليهم ابن أبزة يدير شؤون مكة لحد ما أرجع نائب. فأمير المؤمنين نفسه ما هوش عارفه، يعني ابن أبزة مش من المشاهير. فأمير المؤمنين بيقول له: يا نافع، ومن ابن أبزة؟ مين ده؟ قال: يا أمير المؤمنين، مولى من موالينا، يعني كان خادم من الخدم اللي عندنا، عبد من العبيد اللي عندنا، وأعتق، كان بيخدمنا زمان، مولى من موالينا. فعمر بن الخطاب استغرب أمير المؤمنين، بيقول له: يا نافع، استخلفت على أهل مكة مولى؟ سايب على أهل مكة، على أهل الوادي، على أشرف بقعة، خادم من الخدم اللي كان عندكم، عبد من العبيد اللي كان عندكم، وأعتق، استخلفت على أهل مكة مولى؟ كأنه بيقول له ليه، يعني إيه السبب؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله. أنا سايبه مكاني، قارئ هنا يعني حافظ، أنا سايبه مكاني لأن ده من حفظة القرآن. إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. الفرائض اللي هو علم المواريث، يعني بيقول له أنا سايبه مكاني لأن ده من حملة القرآن، وكمان راجل فقيه كبير يعني. فبكى عمر بن الخطاب، قعد يبكي أول ما قال له إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فبكى عمر وقال: صدق رسول الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول: صدق رسول الله، أما إني سمعته يقول إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني أنت لو عاوز الرفعة هتلاقيها في القرآن. الرفعة فين؟ الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول: إن لله أهلين من الناس. أهلين يا شيخ أحمد يعني رفقاء، محببين، مقربين، جلساء، أهلين. تعرفوا ولله المثل الأعلى، أي إنسان في الدنيا الناس عنده بينقسموا ل3 أقسام. قسم اسمه معارف، واحد أنا عارفه كده من بعيد، أفوت سلام عليكم يقول عليكم السلام بس. فوقهم قسم اسمه الأصدقاء. فوق الأصدقاء ده فئة تانية كده اسمهم الخاصة، اللي سري معاه، اللي بأمنوا على كل حاجة، ده اسمه ليه؟ الخاصة. ولله المثل الأعلى، أهل القرآن دول عند الله هم الخاصة، أعلى فئة تلاقيها
إن لله أهلين من الناس. قالوا من يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وإيه؟ وخاصته.